THC. والمادة دي بتتشابه مع مادة اسمها اناندمايد، ودي موجودة في مخ الإنسان، والتشابه في البنية دي بيسمح للتعرف على الأدوية من الجسم، فبيحصل تغيير للواصل في الجسم أول ما بناخد جرعة الحشيش، وهنا الجسم بيتعرف عليها على انها اناندمايد. بس ال THC ما بيكونش ليها نفس الوظيفة بتاعة الاناندمايد، وفي الحالة دي بيحصل اللي انا عاوز اوصله لك يا ويرو. مادة ال THC بتأثر على دماغك تأثيرات كارثية على المدى البعيد وانت مش واخد بالك. بتأثر على المناطق المسؤولة عن المتعة والتفكير والحركة والتركيز والذاكرة، فتيجي بعد فترة من تعاطي الحشيش تحس انه حصل حرفيا مسح عشوائي لذكرياتك. هتحس كمان انك على طول كسلان وعايز تنام وما عندكش قابلية للتفكير في اي شيء. وصدقني لو قعدنا نتكلم عن كم الاضرار الجسدية اللي بيسببها الحشيش مش هنخلص الحلقة.